نعمه ويكافئه والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وشفيع ذنوبنا محمد وآله وصحبه. لا يزوج مجنون صغير مجنون بتشوك نايزكتان يعني مدين ببالا نبو بناي لأنه لا يحتاج إليه في الحال. أنا احتياجي بالزواج بطن وبعد البلوغ كشك بالغ بجي لا يدرى ما يفهم كيف يكون الأمر حال شعبه ما يفهم بخلاف الصغير يعني العاقل. او احتياجي وهبه تنبا جينا بيلي بلكي بشتي بلوغ جي احتياجي تنبا هناك خلاف الصغير العاقل الصغير العاقل فإن الظاهر حاجته احتياجه إليه برز وجندنه بعد البلوغ بشي بلوغه احتياجه بشي بلوغه ده هذا أنا وكيل سيئ ميجرى حق الدين تشكنا. وكذا لا يزوج مجنون كبير إلا لحاجة. مجنون يكون مظلوم بجيك احتياجي يبتنى بنايته. احتياجي شواهية كان تظهر رغبته في النساء بدوران حولهن. البيت دليوي جنكا بهي يعني دوران شتى دمك علامتك أو دليل بدكاتك شيء. او ازرار كيف كان؟ هو تعلقه بأن مغلانتي وهي ونحوه. أو يتوقع الشفاء به بقول عدلين. يتحب عادل ذي قبس دمار ذي التخلق تدا يعني أجا كنت زوجة دمار ذا يجي يشيل شيء بيسي. دبايا من الكلام من الأطباء الطبيبة. لا يزوج مجنون صغير وكذا مجنون كبير إلا لحاجتين إلا في احتياج هبا خارج أو جيفة واحدة. أظن ما هو درسته كبزوجي نجي فواحدة يعني يك أقول لا يزوج مجنون كبيرة إلا لحاجة فأجل احتياج هبجي فواحدة يك لاندفاع الحاجة بها احتياج بيد قدر. ويزوجه الأب ثم الجد ثم السلطان ثم صاحب العصبات. باقي سلطان بقيرة باقي سلطان تنبى باقي عصبية. بقيرة كولاية المال. وقد تقدم تربصل كأنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته. يا تزويج مجنون ظهرت حاجته جاء كوبي قائل ببكية مسألة. أو يكال دين ببينا ولا يكال قولي ولو أي الولي تزويج صغير عاقل أكثر من واحدة. يكي بيتجرى كما لأنه قد يكون في ذلك مصلحة وغبطة تظهر للولي. شنكي جانا دبات دفيد دوجانا يكي دلت مصلحة داية وكار كي زهد باش ولي راوي الزوجي. مثلا جاركي جرح عبكي قصتنا يا زولان وتقتدي براكي ويدمره وبيلكا ويدمينه زاروكي ويتا دمين مجبور دبا ويجي للمعرض كان أنا كارا سبي درا زرا سبي بدا كي كارا سبي عم بيجي بقايل بو يمشي وادي بقايل بو دكتور بو المصلحات أقول المصلحات تزول الولي ويزوج ويزوج الأب والجد دون الوصي والقاضي. والوصي والقاضي نازل جنباب كاري يزوج. ثم لعدم حاجتي احتياج فانتنا وانتفاء كمال الشفقة باب كاري لعدم كما قاضي وصينا لعدم الحاجة احتياجنا وانتفاء كمال الشفقة شفقة قاضي وصي يسري تام. كناية وانا يا صديق القيم. أو يعني الصبي بتشوك به
غير ولي مجبر بيبا كسر نكارا يزوج نبله ولي مجبر باب كان ويزوج المجنونة أب أو جد إن ظهرت مصلحة كظاهر باب كر الزوج تزويجها مجنونتها ولا تشترط الحاجة إليه احتياجية بالزواج بس يمكن السكن يعني شو فهم ولم تشترط الحاجة إليه أجل بني ويزوج المجنونة أب وجد إن ظهرت مصلحة أجل بني مصلحة الزواج المجنونة هي باب كر يزوجها في تزويجها ولا تشترط الحاجة الاحتياجية بالزواج وهي شرطنا مصلحة لا بيت. نوكا وادمش قلنا نوكا مجنونة. كما لأن التزويج يفيدها فإذا مجنونة المهر والنفقة. المهر يرى قضاء ذاكرني بلا نفقة يرتقى. نفقة كل خلقي. بخلاف المجنون كذا الشيء مجنون بقى نفقة ومال كذا الشيء مجنونات بقى كارا نفقة ومال جرتين يفيدها المال والنفقة ويغرم المجنون والمجنون بقى إذا تقدر المال والنفقة فسواء في التزويج جواز التزويج صغيرة وكبيرة بالتزويج وسواء في جواز التزويج صغيرة وكبيرة سيبا وبكرا صغيرة وكبيرة وسواء وسواء صغيرة وكبيرة جواز التزويج صغيرة وكبيرة سيب وبكر جرى صغيرة ناتا ظلام والله عبارة تشكي شتنا يعني وسواء صغيرة وكبيرة يعني أو صغيرة وكبيرة يعرف خلاص بتشة دي صغيرة وكبيرة مبتدا سواء خبر جاء سيب وبنت بدا دبيرتنا واوتنا عجبا صغيرة وكبيرة سيب وبكر من ترى عبارة وسواء في جواز التزويج صغيرة وكبيرة سيب وبكر أو كبيرة وسيب ويا بكر بقى نوسا الصغيرة سيبة نعرف كده سد عبارة يتكلم بكم بكي العبارة ده وسيبن جي أدق وول ويهالو وايد بني دا دبيجا وسيبن أو وفارق الصغيرة العاقلة بأن لها أمد ينتظر أو يأخذ جرام كي جادي أو كي تدرخه قال يوبي دجرام قال يوبي دجرام واو للسر وسيبن هيا اشتاج للسر واو الشكل ميدين قرا واو يا با هيا واو هيا وسواء في جواز التزويج بلا صغيرة وكبيرة وسيب وبكر واو هي واو يعني دبنيد حاشية دا واو لسر وسيب هي أو جي كيما اشتاجي دبن قرا كيما يشهد بالجماعة شما جي وسيب قوتيه لا واو هي نفسها مجي واو دي واحد هي يعني كما سيد او كده تقليد عميرة شيء محلية
يا عبارة خوش هدوناك عبارة أبنك متكناك شيء وسواء في جواز التزويج صغيرة وكبيرة وسيب وذكر عبارة خوش أو صحيح يبيو أو تلكيناك يهدوناك معنى وقد تقدم ضرب أسبق أنه يلزم المجبرة لازم المجبرة شو لازم بها تزويج مجنونة بالغة إن ظهرت مصلحة النفس فإن لم يكن أب وجد لم تزوج ناي زوجان في صغرها بشكا ياخذ أم مجنونة ناي زوجان لعدم الحاجة لاحتياج زوجان ناي فإن بلغت بالغ بابو كاري بتننا زوجها السلطان في الأصح كما شواك يلي مالها ولتيا مالي بدك ولتيا زواجها بيش سلطانك لكن ولتيا زواج ولتيا زواجها بيجي بمراجعة أقاربها وجوبان في وجه صححه البغوي بله توجه كده بمراجعة أقرباء السلطان بيتكارا بزوجينا بمراجعة أقرباء بك مراجعة وجوبنا توجه كده صحة وتصحيح هو وجهكي يا أخوالي الشافعي صحة وتصحيح هو وجهكي البغوي كما لأنهم أقارب عرفوا ده زاناترنا بشكية أتشوه لأنه أعرف نفسه لأنهم أخرباء أعرفوا بمصلحتها طبعا بمصلحتها أظن شركتي يعني حشواندية إنكي بمصلحتها مصلحتها جنكي ضابطة أبيا وجوبنا بمراجعة أقاربها وجوبا وندبا في آخرة يوجه كدتيجا إجا والندبا جي تطييبا لقلوبهم جيبوا قلبي وانخش والثاني يزوجها سلطان نينا يزوجها القريب بإذن السلطان مقام إذنها بإذن السلطان مقام إذنها تشنا بإذن جنك بقاطن السلطان جنك دينه عند الجنك ناقوزا ما السلطان قوزا شما للحاجة تيجي احتياج شما أوجك احتياج بك كأن تظهر علامات غلبة شهوتها لأنك خدودة شما تعمل مراية أو يتوقع الشفاء بقول عدلين من الأطباء ولا ما دينك تبدي مراك ويوكيكو ميجاخي وعربوكي دقران جا ولد الله قل ملات قو شا قو شما تود قريني ولا بين بناي بلا دركه ولا بناي تبدي مراي دركه ولا ديام اختيارك للحاجة لا للمصلحة احتياج هذا بزوجين مصلحتنا لا لمصلحة المصلحة من كفاية النفقة وغيرها كفن النفقات برا ستي وليا داري خدينا قراوي يجبونا وين ويني ما صور أو كتير هذا دليل هذا يعني احتياج هذا في الأصح قولي الصح ومقابله الصحيح يلحق السلطان بالمجبري يعني السلطان تلحق بالمجبري يعني بك وقتك احتياج هذا واجبا بك سلطان جيت لحق بالمجبري يعني كاربك كاربك تنين مصلحتها بكاربك احتياجها واجب تمام صابك ومن حجر عليه أجيت شو ومن حجر عليه بسفهين أي تبذير في ماله يعني تسير مالي ويدا هما ضاويج يعني عين أبي فلان كذا تمام أولا حجر عليه بسفهين بتبذير في ماله لا يستقل بالنكاح أو يبخل خوخ كلام زوجي تمام ثم لئلا يثني ماله في مؤانه مصرف النكاح هذا شو ماله الناخذ
ولا يبقى دين شلون ماله اي بجاوز بقرش بلا تقبل اباك هوية خازن بتكلمة شعبية ما هذه حرابته إذا شابه بل ينكح بإذن وليه إذن وليه أو يقبل له الولي بإذنه إذا ولي غير قبول لك أما بإذنه كما سيأتي وكبره شما أو بإذن ولي بإذنه لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن صحيح العبارة صحيح العبارة والإذن تمام إذنه صحيح تمام ويعتبر في نكاحه حاجته إليه احتياجه يبان نكاحه وبالأمارة الضالة على غلبة الشهوة بالأمارات علامات قدراتك مشتر غلبة الشهوة به يعني سريجة وقيل بقوله أما ولا يزاد على واحدة يجي بظنين بله وقيل تكفي في نكاحه المصلحة مصلحة كافية يعني مصلحة طيبة بالعجرة بله يكفي ما يكفي بله فإن أذن له الولي بله وعين امرأة وطفلا كفله لم ينكح غيرها غير النكاحناك وينكحها بمال المثل أو أقل يعني مال المثل أو إيش إنك بتشخص يا الجوريوية واي كعبك يجي كيبتري مال المثل بكي جاني براوي جرابينا أبي أول باشمنا فإن زاد عليه فالمشهور صحة النكاح نكاح صحيح بمال المثل أي بقدر المقدار مال المثل أو تشتري زيادة بطال بقدره من المسمى بمال المثل أي بقدره من المسمى المعين المسمى يفاتي التعيين ويلغو الزايد زائد بطال يعني مال أو المسمى يقولنا 5000 أما أساس يكاوها كمال بينا مالاوي 3000 2000 أو 3000 2000 بتكن 5000 وثاني قول ديا بطلانه نكاح بطالة شمال زيادتي شكي جمال المسي زيادته وقال ابن الصباغ القياس على الصحة كم سبب النكاح الصحيحة أنه يبطل المسمى ويثبت مهر المثل مهر المسمى بطالة مهر المثل لازم إذا صابت ببالي بطالة ويثبت مهر المثل في ذمة مهر المثل هو كبستي ملك ولو قال قو بمبذر انك قو ولو قال ولي قل انكح ب1000 oldu مبذري قلت يا دبردا يا اوكي قلت يا ولي قلت انكح ب1000 قلت شكون نكاح بك بحزاري ولم يعين امرأة نقول فلان كسي اما قول لك حزاري شخرا جنكي بينا وقال نكح بالأقل من 1000 ومال مثلها بهندكيش حزاري ومال مثلويش بدل سنة نوصا يعني حزار كيميا حزاري مصرفاوي ومال مثلويش فإنك امرأة ب1000 ومال مثلها 1000 أو أكثر صح النكاح نكاح صحيح. This meeting is being recorded. ها؟ دقيقة durun. لا تلفون كلمة جواب بدم. tamam 51 tamam. بله. فإنك امرأة ب1000 ومال مثل 1000 أو أكثر صح النكاح بالمسمى. تبقي ميري قلت بحضاري وحضاري جهة مين النكاح.
كم ترى؟ نقول كم مشتاوي جراد يا هيدا نبات يا مصرف نكاحي. بله. تد. بينما مسمان دي كبا çünkü مسمان رمضان نك. أنا قلت يا مثلا ألف إنك فلانة بألف ومهر مثلها فنكحها به يا بوي أو بأقل منه صح نكاحه. ولم يعين امرأة نكح بالأقل من 1000 ومهر مثلها. تمام. ومهر يعني حصار وبدا مهر مثلي أرتي. تمام. أريد السريع. فإنك امرأة ب1000 ومال مثلها 1000 أو أكثر صح النكاح بالمسمى. çünkü nikah حزارية تمام صورتنا صح النكاح بالمسمى أو أقل ياب هندكتر من 1000 هندكتر بيش صح النكاح بمال المثلي ولا غزاي. تمام. زيادة بطالة يعني حزار. تمام. ولو قال انكح فلانة ب1000 فلان قيدير يا فلان جنيش خراب حزاري بينا. تمام. وهو مهر مثلي او حزاري مهر مثلي فلانته فنكحها بوي حزاري بين نكاح كر او باقل منه صح النكاح بالمسمى حزاري كنت او باكثر منه اجا اجاك فنكحها به او باقل صح النكاح او باكثر منه لا غزاي. حيا حزاري دبا وش حزاري بيما بنابه. يعني نكون نكاح نابه زاد بقى. مانا. لا غزايد. مانا. ولو ولي أطلق الإذن وهو مشهور بزوجه له. فقال تزوج وبزوج. فالأصح صحته إذن صحيح أي إذني. أما قلت تزوج إن إذن شيبه. صحت إذن. وثاني يلغو. قالنا. بالتزوج قال بي من إذن أكتب الزوجين مدة أو سبب. وإلا يقول لم يؤمن أن ينكح شريفة يستغرق مال مثلها ماله. قولي ديال بنا صحيح كما يلغي وإلا كنا لغوبا لم يؤمن من أمريك من نابجيك أن ينكح شريفة هكذا أغاكبين يستغرق مال مثلها مال مثل دوية غير كغاط كماله مالوي أرسل أمين نابه إمارا مصابة قال مال تعيين شنك يجيب تمام مال يقول سيبدا وهذا مرفوع بقوله قوله إياها وثاني يلغو إلا لم يؤمن هذه مدفوعة بقطنا مصنفة قلت ويمال المثل من تليق به إذن دار بزوجهم وبزوجها بزوجها يكا كلها يقوية بمهر المثل يعني بالمسمى فإن نكحها بمال مثلها أو أقل صح النكاح بالمسمى نكاح بالمهر المثلين بالمسمى أو بأكثر نكاحوي جاء بري مهروي أمبيجن وحذاري جدا لغى صايد وزاد بطل. وإن أكافح الشريفة المذكورة أجاياكم حقوق مالي فندت مهروي مصرفوي مالي تبغرتك يكوش النكاح لم يصح النكاح نكاح نصيحة كما اختاره الإمام وقطع به الغزالي شما لانتفاء المصيحة فيه مصيحته. يعني شبه النكاح لا يخيكش. شيء تشكي سريع ومصدر أو كريان. سريع كبير كي موزون. ماني. والإذن للسفيه لا يفيد جواز التوكيل. يعني بيش قرآن نكاح بك فايدة وينانا كارا يكتك هيك. وتيبتو نقطة إذن كدنا إذن فإن قبل له وليه أجا ولي جرى قبولك اشتريت إذنه في الأصل أجا ولي قبولك جرى إذنه ويبقره. ماني. سنكي ما قول صحيح العبارة. صادق جابيا تشتري سالمة بقي تشتري
يعني بمال خرجما مال خدا ويقول راست لما تقدم ماله. والثاني قول الزياء مقول اشتريت إذن في الأصل لا يشترط نشر كما لأن النكاح من مصلحة ملكه وعلى الولي رعايتها يعطى مصالحك فلا يحتاج في فعلها ذكرنا مصلحة خدا إلى إذن طبال إذن ما احتاجتنا كما في الإطعام والكسوة القارنة دا الجلادة ناتش وليه في الجناخذ ويقبل بمهر المثل فأقل بمهر المثل وكيم تري مهر المثل قبول بك يعني شو قبول بك؟ لمن تليق به بوجهك كلا يقيم يعني كو إذن ويدايا أو جانا بزوجان بزوجة بيكي كلا يقيوي وفقط بمهر المثل وكيم تري مهر المثل زيادة بنا فإن زال عليه سر المثل صح النكاح بالمال المثل المال المثل حلال وفي قول يبطل كما بطل لزيادة يمكن مسمى بيديه ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل أجل السفيه بإذن ولي رابش وحتى النكاح بك بطل فيفرق بينهما بين وجهه وجنك ما يسبق فإن وطئ لم يلزم شيء أجل باجنك تشكيلات من الناي وإن لم تعلم الزوجة سفاه شديك نظام بسفيه جيت تشكيلات من ملك ناي كما للتفريط بترك البحث عنه شمك ملك تفصيلات كلية ترك البحث ملك يعني جنك تفصيلاتك يا أري ليه؟ جربت سيرفيا دبان هما شيء ختستين كريه كده أيدي كورا دسي وطلان يا حبي كده دسي أري وقيل يلزمه لازم أمريكا مهر المثل دكوات إكربه شمال شبهة النكاح شبهة تاك وأن مسقطة الحد حد ساختك وقيل لم يلزم شيء وقيل أقل متمولين يعني أنت شيخ دبان مال متمول يعني ما يسمى مالا يعني ليتميز النكاح عن السفاهي يقول النكاح الزنا فقط ومن حجر عليه لفلسين هذا يمكن يستجب بكلاسيته يصح نكاحه كعب صحيحة لأنه صحيح العبارة عبارة صحيحة وله ذمة وجوراجي ذمتك وحقك وجهه ومعنى النكاح إذا يانس طبيب كم بفلس حاكم سمالي حجي دانيسه إذا يبيان مصرفة نكاح المهريش كمينة ومعنى النكاح في كسبه لا فيما محول المالك يعني مثلا مسلك صاحبية يعني أمجن مالي بيشابه إدارة تسلا السنة نكاح جوي مالي خشني بينه أما معاشي هبه بمعاشي بيتكار ثم لتعلق حق الغرماء بما في يده بحق الديندرة دوي مالي قدسي ده حق الديندرة حجة السريع حق الديندرة نكاح دوي مالي نكاح دبك أماكني بجي معاشي هي أماكني يجدبا بحجة ستنافة أجا تجمر أقول يعني بس صلى الله دوام كان لا بس أصابكم الله خير كثير ويانا